مرحبا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. ورجعنا لكم اليوم بفيديو جديد وبعد غياب طويل. طبعا سبب الغياب كان فواكه صحية، عافاكم الله. لزمتنا انفلونزا، ذبتنا بالقاع مدة 10 ايام، ومناك همينة صار هواي انا ما منزلت تقريبا فوق 15 يوم بسبب المدارس وشغل البيت اللي ما يلحق. ومن أنا جتنا مرضى فتركت القناة وتركت كل شي لأن ما أقدر وتعبانة وما لحق، فما نزلت من زمان مصور هذين الفيديوهات. وقبل كم يوم نزلت لكم فيديو مال البهارات همينة من زمان مصورته. وهنا حبيت أشارككم هذه المقتطفات من الفيديو. طبعا طبقت برياني على السريع مثل ما شفتوا. هنا أنا عندي هذا الطرشي همينة صار له كلش هواي. طبعا هذا الطرشي خلاص، وسوينا بعد مثله همينة مرتين سويت وخلاص، وهو بعده ما نازل. اول شي هنا أنا عندي هذا الخيار، اني كنت جابسه مي وملح حد ما تغير لونه. كمل عندهن بقى لونهن اخضر، فراح ابقيهن بالخل الى ان يتغير لونهن بشكل كامل. وبعد ما جبسته مي وملح وتركته لمدة 3 ايام او 4 ايام حتى يتغير لون الخيار. صفيته من المي وملح وغسلته وتركته ينشف، وسويت له ثوم وكرفس وكركم اصفر، وراح اخليه احشي الخيار، وبعدها راح اضيف له ناظفة ملح. راح اضيف له الخل وارجع اشبسه بهذا الشكل. طبعا هاي الفترة كلها ما قدرت انزل لكم فيديو، ولا اصور، ولا عندي واهس للتصوير، ولا القناة تركت كل شيء بسبب الانفلونزا. ويعني انصابينا كنا العائلة كلها، ووقعنا يعني وقعة اسم الله عليكم يعني كلش قوية، وواحد ورا واحد يعني قبل لا يطيب واحد يوقع الثاني وهكذا. وطبعا هي عدوى جتنا من المدرسة، جابنها بنات صديقاتهم مريضات وعدنهم ونقلنها إنا للبيت. وما كانت يعني سهلة ولا هينة، كلش قوية وتدمر البشر بالعظام صارت. يعني ألم بالجسم، ألم بالبلعوم، وجع مال راس، يعني دمر الجسم دمار كامل. فقلت لكم تركت التصوير، تركت القناة بهذا السبب. وهذه التصوير مال الفيديو من زمان انا صورتهن، بس ما منزلتهن لان مالي واهس بكل شي. هسه كملت شغلي والبنات بالمدرسة، فقلت خلي انزل الفيديوهات اللي عندي امنتجهن وحتى انزل الفيديو بالقناة. ولأن ما يصير تبقى بدون ما انزل فيديو، لأن هذا الشي هواي ادري يأثر على القناة. وهي بعد هي بسم الله أنا ما أقول يعني بداية بديها أنهضها شوية القناة، أنتكس صحيا وأرجع أتركها. فالقناة تريد استمرارية يومية بين يوم ويوم، تريد تنزيل فيديوهات. بنفس الوقت التليفون إذا كانوا البنات موجودات بالبيت راح ياخذوه مني ويشرحون عليه الدروس مالتهم. هنا أنا عندي الخل، الخل طالع صير كبار، خليت بطل خل وبطل ونص ماي، خففته وفورته وبرد. وهنا راح أضيفه فوق الخيار اللي حشيناه بالكرفس. كل ما تكون الخيارة ناعمة وصغيرة راح تطلع بالطرشي أطيب. الخيار خشن مو طيب بالطرشي. وهسه همينة وكيت الشوندر واللهانة وهمينة اكو قرنابيط، فذني يعني حلوات يعني بالطرشي، يعني الطرشي الأحمر
أو يعني شبس الطرشي. هواي ناس تشبس من عندهن، أنا ما جبست بس هذا الخيار، لأن تجينا صاغات من أقارب زوجي خيار مي ويكون حجمه ناعم، فحلو للشبس مالت الطرشي. هسه راح أخلي هذا الماعون حتى لا يطلع الخيار اللي فوق، ويكون كله داخل الخل بشكل كامل. وبعدها راح أغطيه بشكل محكم على مود همين لا يطب له هوا. راح أخليه يوم كامل على الكاونتر، بعدها دخله الثلاجة تركه 3 أيام 4 يكون جاهز. وهمينة هذه الشيشة الصغيرة بقت عندي كمية خيار خليتها بيها. هاي الاشياء كلش حلوة بالشبس مالت الطرشي. وهسه كمان صار عندنا الطرشي جاهز. وبعدها همين حبيت اصور لكم، طبعا هذا الفيديو يم اهلي. انت عرفوا السيراميك مال المطبخي والسيراميك مال المطبخ اهلي. هنا كنا رايحين على اهلي، وكانت الوالدة الله يحفظها محضرة الدولمة. طبعا لقيتها تلف ولفيت وياها، وهنا بدينا نصب الغدا. اكيد اساعدهم ويا بالشغل مالتهم. و شنو ما ادري. طبعا الراحة صار لها كلش هواية، يعني التصوير صار له كلش هواية عندي بالجهاز. لو ارجع الصوت مالت الفيديو الاصلي راح يكون هواي افضل، لان حتى ناسية التصوير مالت الفيديو. هذه فطومتي قاعدة يمي تسولف وياي، طبعا بنت اخوي حبوبة وحلوة وتسولف ويعني هيك مكيفة. وهنا بعد ما كملنا صب الغدا، وهنا هذا شوي مالت محسوني عاشت ايدها وربي يحفظها. هنا شوي الدجاج، وهاي الدول مهمينة. صبينا التمن والمرقة، وهذه سفرتنا خير ونعمة، والله يديم اللمة ان شاء الله بحق محمد وآل محمد. الله يحفظها ويديمها ويستر عليهم. ها طبعا هنا المرقة كانت كلش طيبة، وهمينا سوين اكل كلش هواية. وبعد ما كملنا الغدا يم اهلي، طبعا رحنا الصبح ورجعنا ورا الظهر. انا مد مدارس البنات لان ما نقدر نتأخر. هنا نزلنا حتى نشتري. قالوا البنات نريد بعض الشغلات، فاكو محل على الطريق قريب على السكك مال الحلة. عندهم شغلات كلش حلوة، نزلت جبت من عندهم شغلات اللي رادوها البنات. وهنا همينة سوقنا من اخويا. طبعا ما نزلت التصوير مالت المحل مالته، لان خطية كان متسوق المحل مهوس، ف غراضه قال ما مرتبات فد مرة. وهنا بعد ما رجعنا للبيت اخذت من اخويا شغلات، ومن المحل همين اخذ الشغلات. اخذت هذه مال الاذان مال البنات، هيجي شلون اللي تدف البنات، يعني الاذان مالتهم من يروحون ذا دوامهم صبحي او من وهسه راح اراويكم بقية الشغلات اللي اخذتها. طبعا شفت هذا كبوس يكون مبطن داخل مالته فرو، ما اعرف سعره يمكن 2000 او 3000. اخذت من عند هذا اخذته زوجي، وبعدين كان يقول ما اعرف هذا اخذي ليش تلبسي. هنا همين اخذت الصورة تريد هذه العجين الصنعة ذبحتني بيه، رغم انه هو يدمر الملابس والفراش، بس شو اسوي لا حول ولا قوة.
أخذت همين أخذت لها من هاي النفاخات، دائما هي تلعب بيهن من يروحون أخواتها للمدرسة، وأخذت لها من هاي القراصات. هاي القراصات حلوة ما تهلس الشعر أو تكمش بالشعر. هذا جس النفاخات ب1000. كلش كبيرة تصير النفاخة أو قوية نهائيا ما تطق، يعني بالضغط مو مثل النفاخ العادي، نايلون مالتها قوي. أخذت هذين الحافظات سية ثلاثي ب1000 دينار، كلش حلوات. لو أدري يعني ماخذة من عتن كلش فادني. من أروح مرة ثانية عليه همين راح أخذ من عنده، بعد راح أخذ سيتين حلوات حفظ الأكل. مثلا إذا البنات عندهم عزيمة بالمدرسة أخلي لهم بيهن همين يفيدهم. كلش حلوات، وبيهن غطا، والغطا مالتهن محكم يعني ما يوقع. وأخذت هاي الصينية تقريبا سعرها أعتقد 3000 ستيل، والستيلة مالتها كلش حلوة ومزنجر. جربتها واستعملتها، قلت لكم صار فترة اني من سوقت وصورت بس ما نزلت الفيديو. بدينا استحقات. اخذت هذا الشامبو همين للبنات، العطر مالته كلش طيب. اخذت هذه مستحد مال السكاكين. واخذت هذا زيت الممالح، هذا خاطر محسوني اخذته، قالت ماما اخذيه من عنده بالبيت. قالت اخذي من عنده ممالح كلش حلوة. انا عندي هواي ممالح بس هذا الزيت اخذته خاطر محسوني. اخذت من هذه، وللاسف بقى بيها بس 2. لو اعرف كان اخذت بعد. انا احب اخذ مثلا زيت يكون 6 حتى من اصب بيه ويجينا خطار يكون زيت كامل. هذه مال مقبلات مناكيس على شكل قارب، واللون مالتهن هيجي ازرق شفاف كلش حلو. هذا الزيت ب2000. هاي العلاقة الاولى خلصت عندي هنا. هذا اخذت منشفة او خاولي، هذا للمطبخ همينه كلش حلو الخامة مالته ويفيد بالمطبخ. وهنا أنا أخذت هذه مكشارة مال السمك، ولو احنا نادرا ما نسوي سمك قضي او اقشر السمك بالبيت، لان على طول نسويه شوي. اخذت من همينه الخواشيق مالت الشاي، همين ضروريات على طول يضيعن ما يعرفون يتبخرن. اخذت هذا مالت الاضاءة. هسه شوفوا التصوير بدون اضاءة، لان مالت اللي كان عندي نفسيته مالت القضاء احترق. اخذت هذا السمك شنو السمك لازقه بالسمك مقص مال دجاج. واخذت هذه همينه مهراسة مال ثوم، هذه القطعة على 1000. اخذت هذا حمام زيتي بالثوم، العطر مالته كلش طيب. هذا درابكم وياه قلتلكم عليه انه هذا بالثوم. اخذت هذا همينه زيت مال خاوليات مال مطبخ، همين لازم يكون متوفرات كل فترة، ناعم ويفيد مسح الطباخ. الكاونتر همين لازم يكونن موجودات بالمطبخ ذن الشغلات. اخذت همينه هذا الكلينس يفيد للقلي مال البوتيتا باذنجان، يعني يمتص الدهون الزايدة اللي تكون بالاكل، وهمينه يفيد للتنظيف. اخذت هذه همينه السيليكون. مرات دفاتر البنات او الكتب من يشلعن لازم اسويهن، ويعني مفيد للبيت واقدر اسوي بيه الدفاتر. اخذنا هذا الخلاط. هذا الخلاط سعره 45، صحوله خلاط الدولفين. اليد مالته رفع، يعني مو فر مثل ذاك، لان الخلاط مالت السنقة عاطل وما اقدر افتح شو اسمه اطلع الخلاطة من الكيس لان يعكس الصورة، والمعدن مالته ستيل يعكس. هسه كملنا هذه العلاقة الثانية. راح اجيب لكم بعد وجبة. هسه تقولون وش قد مسواق مال فترة. طبعا اخذت هذه الطاواس يد كامل، سعرهن اعتقد 11000 حسب ما اعتقد، ما اعرف والله نسيت السعر مالتهن. هذه الطاوات وسيت القداري اللي هسه راح تشوفوا ذني صديقتي اخذتهن، جبتهن من اخويا. هذا سيت قداري وسيت طاوات، يمكن الطاوات ب15 والجدار ب25.
أو 20 لو 25 هيجي. وبعد شنو أخذت هسه راح أراويكم. طبعا صار فترة كلش هواية ما رايحة لأخويا للمحل، فأخذت من عنده هذه الأغراض، ولو هي يعني مو هواية، بس اللي كنت محتاجتهن واللي موجودات قدامي أخذتهن. جبت همينة مالت المرأة، طبعا ذني حفايات اشترت ليهن أمي ليا ولأختي، هذني مالاتي الله يحفظها الوالدة إن شاء الله. وأخذت ذني مال مراوح، وهذا قطعة همين مال مبردة، هاي المبردة البلاستيك الجاهزة. وذني أغطية مالت المراوح حتى أخلص من تنظيف المراوح، أنا ود الصيف يلا أبدهن. هسه راح أفرغ المكان شوية حتى نجيب الوجبة اللي بعدهي. هنا أنا أخذت من المحل قلت لكم اللي نزلت تسوقت من عنده. أخذنا بعض الشغلات يعني اللي محتاجيها بالبيت. هذا مبيض قهوة أو قهوة بيضة، هذا كيلو سعره 6000 دينار. طبعا بكلش هواية، وتعرفون الشتاء ويجينا خطار فلازم قهوة. سووا قهوة بيضة. أخذت همينة هذه القهوة المرة، طبعا كلها تراب ما منظفة. بعد هي تعزل الكاونتر وأنظفهن وأخليهم بالكاونتر. همين أخذنا من هذا الشاي. قبل فترة أخذت من عندهم شاي كلش حلو ونكهته طيبة، بس لقينا خلصان للأسف. وأخذنا همينة هذه المعكرونة، طبعا البنات كلش يحبون المعكرونة، فأخذت أكثر من نوعية. وجبنا من هذا الملح البحري، وجبت هذا تمن برغل. وهذه همينة معكرونة كيس ثاني. طبعا المعكرونة اعتقد سعر الكيس ب2000 دينار كبير، وصغير ب1000 دينار. وهذه همينة نوعية من المعكرونة. وهذا ملح. يعني شغلات ضرورية مسواق مال البيت لازم تكون يعني متوفرات بكل بيت، حتى من تريدين تشتغلين أو تسوين شغلة هن متوفرات جوا ايدك. هاي كواغد الكيك اللي كنا بالسيارة بعد ما رجعنا. أخذت هذا خليط بين المايونيز وبين الكجب. أخذت هذا كاكاو باودر، أنا أحب الكاكاو الباودر المر اللي يكون نكهته كلش قوية. وأخذت من هذه حشوة البندق. وأخذت ذني كيكات للبنات، هذا الكيك الجاهز. وأخذت من هذا الدانيت عندهم أكثر من نكهة، 3 نكهات أو 4، كلش يحبوا البنات، أخذت لهم من عنده. تشكيلة الحلويات والغراض اللي عندهم كلش حلوة. أخذنا من عندهم، أخذنا ذني الكيكات همينة بهن يعني محشيات بالجبن، نكهتهن وطعمهن كلش طيب. وهمينة أخذت هذه قبل فترة، هذه محضرة الطعام اللي كانت عندي. طبعا خربت، عطلت وحدها، خلصت فلوسها وعطلت. أخذت هذه السكاكين مالتها يكونن 4، طبعا اللي كانت عندي السكاكين مالتها 2 وستيل. ذيك اللي كانت عندي باغة. هاي سعرها 12,000 لو 12 لو 15. وراويتكم بفيديو البهارات هذه. طبعا شوفوا فيديو البهارات ورا هذا الفيديو، لأن شوفوا هذه الأغراض مالاته هنا موجودات، وبعدهن ما مفتوحات. يعني قبل لا أجيب البهارات اللي هنا فيديو أنا مصورته. وهذه همينة مقطات، طبعا هاي البنات مصوراتهن لأن يخذوهن من خالهم. هذا قلم مال ميز، وهذا التصوير أنا ما أدري بيه إنه مصوراته، يغفلن عني وفتحن الكاميرا وكملن تصوير الفيديو بدون لا أعرف. هذه مالت البهارات روتكم إياها، وإن شاء الله عجبكم هذا الفيديو. مع السلامة.